ريحة العيش البلدي فايحة كده ومالية المكان. بكيلو ونص من الدقيق هنعمل كمية محترمة جدا جدا من العيش البلدي الصحي، للي عاملين رجيم، للناس مرضى السكر، للي بيحب ياكل أكل صحي بدون أسباب. هقول لكم النهاردة على أسراره وتكاته، وإزاي العيش يبقى منتفخ معانا بالرغيف، وإزاي يعني يفضل طري معاكي كمان، ولو عايزة تنشفي منه شوية. كل الحاجات دي هنعرفها مع بعض في الفيديو ان شاء الله. شايفين شكل العيش وجماله؟ والله ما فيش ولا رغيف اسمه مش منتفخ بالشكل الجميل ده. ومش هنضيف مكونات كتير. تابعوا الفيديو للنهاية علشان تشوفوا النتيجة دي. واللي أول مرة يشوفني، أنا سمية من مطبخ مصر، ويشرفني طبعا جدا ويسعدني انضمامكم، وكمان لايك وكومنت حلو كده للفيديو. شايفين قد ايه العيش طري؟ وكمان هتخزنيه يفضل معاكي بنفس الطراوة، والعيش من جوه قلبه عامل ازاي، حاجة في منتهى الجمال. وبعد الصلاة والسلام على رسول الله هنبدأ الفيديو. انا هعمل النهاردة كيلو ونص من الدقيق. ده دقيق المخبوزات الاصيل، بيجي سايب من اي عطار. ممكن تستعملي اي دقيق مخبوزات، وده يفضل طبعا. لو مفيش دقيق مخبوزات ممكن دقيق كل الاغراض. بعد كده انا بجيب الردة دي كده بالكيلو، بنشوي منها السمك، وبعدين بنحط منها على العيش. بتتأكدي ان هي نظيفة وتنخليها، وبحتفظ بيها في الديب فريزر او في فريزر التلاجة، عشان اضمن ان هي تفضل سليمة كده ونظيفة. حطيت ربع كيلو من الردة على كيلو ونص من الدقيق، معلقة مليانة ملح صغيرة، ومعلقة يعني زي ما احنا شايفين كده لبن بودر، وده اختياري، لو مش متاح مفيش اي مشكلة خالص. تمام كده. وبعد كده هحط معلقتين كبار من السمسم، وبرده ده اختياري، لو مش حابه خلاص. السمسم ده كان احمر متوفر عندي اصلا، فانا بدخله كده مع العيش. ودي معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الفورية. ودي بقى العجينة يعني السحرية اللي انا دايما بستعملها. بجيب كوباية مية، احط عليهم معلقتين كبار من الدقيق، اقلبهم على البارد، واحطهم على النار لما يتقلوا ويعملوا زي البشاميل التقيل شوية نوعا ما. بسيبهم لما يبردوا وبضيفهم على العجينة. دول بيخلوا العجينة طرية، والعجينة يعني العيش نفسه بعد الخبز بيفضل طري اطول فترة ممكنة. هبدأ اضيف كوباية مية الاول كده، وبعدين هنبدأ نعجن بقى العجينة بتاعتنا، ونضيف المية بالتدريج. انا هقول لكم تاني على الحاجات اللي انا حطيتها، وتقدري تنصصي الكميه، وتقدري تعجني بايدك، وتقدري تزودي الكميه. الموضوع سهل وبسيط جدا جدا، واي حاجه في الخبز ما فيش فيها تعقيدات، الا انك انت بس بتخافي تجربي. كيلو ونص دقيق، ربع كيلو رده، معلقه ملح صغيره مليانه، معلقه ممسوحه من الخميره، معلقه هرميه من اللبن البودر لو متاح عندك، معلقتين من السمسم، اي نوع سمسم عندك حابه تضيفيه، هو ده اختياري. هنشغل العجان واحده واحده كده، وهنضيف الميه زي ما اتفقنا بالتدريج. ولازم يعني نعجن العجينه الاول وهي يابسه، يعني ما ينفعش نحط الميه كلها في الاول، العجينه ما تبقاش حلوه معانا. فبنحط شويه شويه كده، كوبايه بكوبايه، نص كوبايه بنص كوبايه. عند المرحله دي كنت انا حاطه تقريبا 3 كوبايات من الميه. هرجع ازود كمان شويه ميه، فهي هتاخد مني بالظبط 3 كوبايات ونص من الميه. وهنا حطيت حوالي 3 معالق كبار من الزيت، بس ده انا بحطه في الاخر زي ما احنا شايفين كده، هنلم بيه العجينه بتاعتنا. هي طبعا العجينة أنا عايزة فيها سن التلزيق، مش عايزاها عجينة يابسة. كل ما كانت العجينة طرية، كل ما كان العيش بتاعك طري، وما يشققش منك كده، ويبقى زي الفل. النتيجة بتاعته بتبقى أفضل. شايفين العجينة شكلها عامل ازاي في العجان؟ هي دي النتيجة اللي أنا عايزاها. بعد كده هبدأ أخرج العجينة وأحطها بقى تخمر. لو احنا جماعة في الصيف مش هنحط مية سخنة، لو احنا في الشتاء هندفي المية. بعد كده هنركن العجينة على جنب، ونغطيها بستريتش، وهنستنى لما تخمر. اول ما تبقى خمرت معانا بقى والكمية بتاعتها تضاعفت، في مقطع معلش ناقص هنا، هبدأ بقى احطها على المفرش، وهبدأ اجيب القطاعة، وهبدأ اعملها زي ما احنا شايفين كده. وطبعا انتي لو بتحبي تقطعي العجينة او تقرصيها زي ما بنقول كده بالشكل التاني مفيش مشكلة، بس ده اسهل للناس اللي مش بتحب الطريقة التانية. قطعناها كده مكعبات، وهتبدأي تلميها. طبعا لو بايديكي الاتنين هيبقى سهل جدا، وتكوريها كده، وتخلي الفتحة بتاعتها لتحت، وتبدأي ترصيها.
عندي صينيه بقى رشيت عليها شويه من الرده، وهبدا ان انا احط العجين كله، ونحاول ان هو يكون كله كده قد بعضه متساوي الحجم. لو حاسين ان اللي في النص يعني متخمرين بس زياده، عشان كده شكلهم اكبر. بعد كده جبت قماشه بيضه نظيفه للعجين، بلتها بله خفيفه جدا ونفضتها كده كم مره، وبعدين غطيت بيها العجينه عشان العجينه تفضل طريه ووش العجين ما يشققش معايا، وشويه من الرده كده على شويه من الدقيق، وهنبدا بقى نحطهم على المفرش. تفردي كده العجينه بتاعتك بايدك شويه، طبعا لازم تسيبيها ترتاح. بعد ما بتقطعيها بتغطيها وتسيبيها 10 دقايق تقريبا، عشان العجينه ترتاح معاكي وتتفرد بسهوله. تحطي كده على المفرش السيليكون، وتحطي شويه دقيق على الرده، وبعدين تبداي، ولو حابه رده بس مفيش مانع برضو. بعد كده هتبداي ان انت تفرديها بالشكل البسيط ده. لو عندك مكنه خبيز مفيش مشكله، ممكن تعملي بيها. ما عندكيش المكنه تعملي بايدك، تعملي بالنشابه دي. كل الطرق تؤدي الى روما. كل الحاجات دي هتبقى يعني ان شاء الله تسهل عليك الفرد. بعد كده قماشه على الصينيه، وتبداي ترصي العيش بتاعك، ولما تبدأي كده تكمليها تغطيها وتحطي الطبقة التانية. ممنوع تحطي اكتر من 3 طبقات، يعني حتى كمان انا بحط طبقتين 2 ومبحبش ازود عن كده. لو اتبقى كام رغيف هنحطهم كده على الوش، ولكن هم ان شاء الله يعني الطبقتين، لان الصينيه بتاعتي كبيره هتاخد الطبقتين. لو حطيتي اكتر من كده العيش بيخبط بعضه. بعد ما نحطه على الصينيه بنقوم مولعين الفرن حوالي 10 دقايق. بنسيب الفرن كده شغال على الفاضي، والصينيه محطوطه في قلب الفرن. الصينيه تسخن جدا جدا جدا، والفرن شغال فوق وتحت. تحطي العيش معاكي ما شاء الله هينتفخ ويطلع بالشكل الجميل ده. تكوني مجهزة بقى بخاخ مية كده، وتبدأي ان انتي ترشي العيش اول ما يطلع. العيش يفضل كده وشه مندي، حتى لو انتي حاطة على وشه شوية دقيق طبعا اللون هيتغير. العيش يفضل طري معاكي، وبعدين تغطيه. وبعد كده نحط الدور اللي بعده. طبعا احنا مش بنسيب الفرن فاضي تماما، والصينية بتاعتي مثلا ممكن بتاخد الحجم ده 8 أرغفة ب8 أرغفة. حطينا برضو الدور التاني ودخلناه. شايفين زي ما احنا شايفين ما شاء الله العيش كله بدأ ينتفخ معانا اهو. مفيش حاجة اسمها الرغيف منتفخش ما شاء الله العظيم. كل ما يطلع دور تطلعيه تحطيه على الصينية، وتحطي الصينية. انا بخرجش الصينية تماما من الفرن، يعني بسحبها بس كده، اشيل العيش واحط العيش التاني وادخلها تاني في قلب الفرن. ما بخرجهاش تبرد، لازم الصينية تكون سخنة تماما. وده الدور اللي بعده. بنحطه كده لما وشه يعني من ارضيه العيش تاخد اللون الاحمر الجميل، ببدا اطلعه فوق بقى تحت الشوايه، يكمل معايا اللون بتاع العيش من فوق. لازم العيش ياخد لون من فوق ومن تحت، ومش لازم نزود يعني في الحمار بتاعه برضو عشان يكون شكله حلو وما ينشفش معانا. لو عايزه تنشفيه بقى بتهدي عليه وبتسيبيه يقرمش كده مع نفسه في الفرن. انما كل العيش ده على فكره طري، وطري جدا كمان. كل ما بخرج معايا شويه ببدا ان انا يعني اعمله ببخاخ الميه، واسيبه كده بقى الاخر بغطيه، وابدا بقى ان انا احطه في اكياس في الفريزر. انا لسه عندي كمان دورين هحطهم في الفرن. زي ما احنا شايفين كده العيش ما شاء الله بينتفخ كله. يعني عايزه اقول لكم ان كميه الكيلو ونص من الدقيق ربع كيلو رده عملوا معايا يعني اكتر من 50 رغيف. شايفين المنظر والجمال. العيش طري جدا جدا، وهغطيه زي ما قلنا. وبعد شويه انا هجيب الاكياس، وابدا بقى تشوفي انت تحط في الكيس مثلا على حسب استهلاكك. طلعي الكيس قبلها بشويه، ولو عندك ميكرويف بتدخليه كانه لسه خارج من الفرن طازه. العيش طري وخفيف، ريحته جميله، صحي، ما اخدش مكونات مننا كتير. حتى معلقه اللبن البودره كمان انت بتستغني عنها، بس انا بحب احطها عشان لونها ولون العيش حلو يعني لما بياخد حمار بيبقى لونه حلو بسبب معلقه اللبن البودره دي. وطبعا ما انصحكيش انك تحطي لبن حليب تماما مع العيش ده. وممكن تجيبي دقيق القمح الكامل وتستعمليه، ولكن انا بفضل ان انا اجيب الدقيق الابيض واحط عليه الرده، ونتيجته بتطلع افضل معايا زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. بصراحة ألف هنا وعافية للي هياكله، وألف هنا وعافية ليكم إن شاء الله مقدما لما تعملوه. هيعجبكم، وسهل وبسيط وخفيف. واحنا بقى في موسم المدارس، وزي ما قلنا ان احنا طول السنة ما بنستغناش عن الخبز الأسمر ده. بينفع مع أكلات كتير جدا، والناس لها ظروف صحية. شايفين العيش طري معايا قد ايه، ولا بالشقة ولا بتفتح معايا. قلبه من جوه كمان جميل جدا. الرغيف متساوي فوق زي تحت. فعلا يستحق التجربة.
بشكركم على حسن المتابعة، وأتمنى إن شاء الله تدعموني وتعملوا لايك للفيديو عشان القناة تترفع وتتشاف، وأتمنى كمان تشتركوا وتكبرونا كده وتكترونا، وما تحرمش منكم أبدا، وكل سنة وانتم طيبين. وأشوفكم على خير إن شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.